النهاردة هنتعلم نعمل تون لوك سينماتيك بالفوتوشوب، واحب اقول لك انك لو طبقت نفس الخطوات ديت على برنامج لايت روم هتاخد نفس النتيجة. يلا بينا على البرنامج. يلا افتح الفوتوشوب بتاعك وتعالى عشان نطبق مع بعض. وقبل ما نبدأ احب اشكر كل الناس اللي عملت لي لايك وعملت لي كومنت، وبجد بجد بجد الف شكر ليكم. يلا نبدأ. اول حاجة هناخد دوبليكيت من اللاير، بعد كده فلتر، كاميرا رو فلتر. اول حاجة هنشتغل فيها قائمة البيزك. التمبريتشر هنروح ناحية اللون الازرق -3 او 4، وهنروح ناحية الماجنتا 1. هنقلل الاكسبوجر سنة بسيطة، 50% كده كويس. وهنقلل الكونتراست، هنخليه -30. وهنقلل الهايلايت عشان برضو تبدأ تفاصيل السما تبان معانا، هنخليها حلو 86. وهنقفل برضو الشادو، هنخليه -66. هنفتح الوايت شوية لحد 32، وهنفتح البلاك لحد 100. بعد كده هننزل على الكلاريتي، هنخلي الكلاريتي 30. لو انت صورتك بورتوريه مثلا او قريبة، خد بالك ان هي هتمشي على مود الوان نفس الالوان دي. لو انت صورتك قريبة او فيها اشخاص في الصورة زي البورتوريه او كده، تقدر تقلل الكلاريتي بتاعك، مفيش مشكلة. وهنخلي الفايبيرانس -19. وهنخلي الساتوريشن -30. بعد كده هنروح على تون كيرف، هنختار أول قائمة منها، أول قناة ديت، وهنفتح بلاك سنة بسيطة لحد ما يكون مكتوب هنا 4. بعد كده هنعمل نقطة على الشادو، وهنخلي ناحية الشمال هنا 82. -55. وفي الجنب التاني 48. هنعمل نقطة في النص، وهنخلي الجنب ده 129 والجنب التاني 125. بعد كده هنتنقل على القناة الخضراء، هنعمل بوينت في الشادو، هنخليه هنا 61 والجنب التاني 51. هنعمل بوينت في النص بالظبط، ونخلي ناحية الشمال 136 وناحية اليمين 130. بعد كده هننقل على القناة الزرقاء، هنخلي البلاك من تحت، هنفتح شوية لحد ما يكون ناحية اليمين رقم 9. هنعمل بوينت عند الشادو،
ونخلي الجنب الشمال 40، ونخلي الجنب اليمين 35. هنعمل بوينت في النص بالظبط، وهناخد هنا 84، والجنب التاني برضه 84. هنعمل نقطة تحت الهايلايت أو على هايلايت، مفيش مشكلة، ونخلي الرقم هنا 165، ونخلي الرقم هنا 161. وكده خلصنا قائمة التون كيرف. ندخل على قائمة كولر ميكسر. هنروح أول حاجة على الهيو، هنختار منه اللون الأحمر ونخليه -36. بعد كده اللون الأورنج هنسحبه لحد -14، واللون الأزرق لحد -33. بعد كده هنروح على saturation اللي هو التشبع اللوني، واللون الأحمر هنخليه -50، واللون الأورنج هنعلي التشبع اللوني بتاعه لحد ما يوصل معانا 95. بعد كده هنروح على اللون الأزرق ونسحبه لحد -100. خلصنا قائمة color mixer. هندخل على قائمة color grading، نختار أول حاجة الهايلايت، هنكتب في الهيو 206، ونخلي الساتوريشن 10. هنروح على الشادو ونكتب في الهيو 227، والساتوريشن 15. وبعد كده هننزل على البالانس اللي هي توازن اللون ديت، وهنخليها 90، وهنروح من عند 50 هنخليها 100. كده خلصنا شغلنا في قائمة color grading. هنروح لآخر قائمة معانا اللي هي liberation. هنقف على اللون الأحمر من الهيو ونروح موجب 76، وبعد كده هنزود الساتوريشن بتاع اللون الأحمر لحد ما نوصل 30. هننزل على اللون الأخضر في الهيو، هنخليه موجب 67، وننزل على الساتوريشن نخليه 49. هنيجي على اللون الأزرق هنخلي في الهيو -79، ومن الساتوريشن هنخليه -14. وكده التون اتطبق معانا قبل وبعد، قبل وبعد. هتدوس على ال3 نقط دولت، هيطلع لك الاختيار دوت، هتعمل سيف سيتنج، سيف، بيحولك على الجهاز بتاعك وتقدر تحفظ البريسيت بتاعك عادي. هندوس اوكي. هنروح على المثال اللي بعده، هنعمل دوبليكيت من اللاير، هنختار كاميرا رو فلتر زي ما انت شايف قبل وبعد، قبل وبعد. ناخد مثال تاني، دوبليكيت من اللاير، كاميرا رو فلتر، قبل وبعد، قبل وبعد. مثال كمان، كوبي من اللاير،
فلتر كاميرا رو فلتر كده، قبل وبعد، قبل وبعد. اتمنى يكون الشرح عجبكم. استني لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. شكرا ليكم.